لما تلاقي نفسك دايما غلطاتك في العلاقات كل ما ليها بتكرر وكل شويه بتشوفي ده بيحصل من علاقه لعلاقه، ابتدي لاحظي ان هو مش انتي السبب او انتي فيكي مشكله او انتي الوحشه. لا، ده الباترن اللي انتي كبرتي بيه طول حياتك. طول ما احنا بنكبر بيتزرع جوانا حاجات ليها علاقة بتقدير الناس، بتقديرنا لنفسنا، لنظرتنا لبعض الأمور، وده بينعكس في علاقات بتبقى حوالينا طول الوقت، وده اللي بناخد منها التعامل طول الوقت. بنحس ان هو بيتكرر هو طول الوقت. بحس ان انا بقابل نفس الناس مهما اغير، بقابل نفس الناس. ما تجلديش ذاتك ووقفي واقفة كده مع نفسك، قرري تجيبي النوت بوك بتاعك وقلم وتقعدي تكتبي مع نفسك. اسألي نفسك انا ليه بستحمل الحاجة دي تاني. لو لاحظتي ان الحاجة دي كانت بتتكرر او انت اتعلمتيها من المحيط اللي انت كبرتي فيه، يعني مثلا لاحظتي ان دي كانت تصرفات مامتك او كانت تصرفات والدك اجبرك عليها بشكل او باخر، او مامتك اجبرتك عليها بشكل او باخر، ما تلوميش حد ولا تشوفي ان هم كانوا غلط او صح. شوفيهم هم ان هم اطراف تانية ساعدوكي في انك انت تكبري، لكن انت مسؤولة دلوقتي مليون في المية ان انت تغيري الحاجة اللي انت كبرتي عليها او اتعودتي عليها طول الوقت. فانت مسؤولة مليون في المية انك تغيري بعض المفاهيم ونظرتك للحياة علشان تبتدي تغيري الحاجة اللي خلت علاقاتك كل ما ليها بتتكرر هي. ده هيساعدك انك تلاحظي ايه التصرفات اللي انا كنت بتعامل بيها في العلاقات اللي بتخلي نفس الناس ترجع تتعامل معايا بنفس الطريقة. من غير جلد ذات، مش لازم اكون انا الوحشة، ولكن ان انا محتاجة في بعض الامور احط لنفسي حدود ويبقى عندي وعي على الاقل في اول خطوة، اعرف ايه الحاجة اللي بتخليني بكرر نفس العلاقات تاني او نفس الدوائر تاني.